أصعب 3 مراحل مروا بيا في حياتي. أول مرحلة كانت الصيدلة، وتاني مرحلة كانت ولادتي لولادي التوأم في الكورونا. أما تالت مرحلة بقى ودي بتتكرر كل سنة هي رمضان. رمضان بيخليني واضحة قدام نفسي جدا، وباين قوي ان انا اللي بعمله ده مش بأي تلاكيك، هو علشان انا عايزة اعمل ده ونفسي نفسها تعمل ده. حوالي 5 رمضانات بيضيعوا منه حفلة. وقفت مع نفسي كده انه لا، لازم نغير ونعمل حاجة مختلفة. ما كنتش عارفة اعمل ايه، قعدت اسمع دروس كده على اليوتيوب وبتاع. انا بحب خطوات قوي، حاجة تقولي لي اعملي 1 2 3 ودي تتعمل ازاي. فالحمد لله يعني ربنا وفقني اني لقيت على الايميل كده اللي انا ما بفتحوش اصلا جاي لي كورس عن خطه لرمضان، والحمد لله اخدته. وانا هفصل لكم كده شويه نقط واحنا بنعمل تجهيزات رمضان، الحاجات اللي ممكن نعملها في رمضان، وبصراحه فادتني جدا يعني. فاول حاجه قالتها لنا مدام امال ان يبقى عندنا نكتب كده خطه تحسين وخطه قفزات. التحسين يعني حاجه احنا بنعملها اوريدي وعايزين نحسن فيها، يعني مثلا بنصلي بس عايزين الصلاه تبقى على وقتها، بنقرا قران بس عايزين نركز شويه. اما خطه القفزات فهتكون عن طريق حاجه قويه مش بنعملها اصلا، هتكون دي خاصه برمضان بس. اقرا 2 ساعة قران، او هقعد من الفجر للشروق اعمل 1000 ذكر معين، ويكون في كل يوم في قفزه بحسب يعني الظروف. قالت ان هم 5 عبادات اساسيه هنحتاج ان احنا نظبط فيهم التحسين والقفزات، وهم الصلاه والصيام والصدقات والدعاء والمعاملات والقران. اما بالنسبه للقفزات فادت مثال ان الواحد يسجد سجده طويله، او انه يحقق رقم قياسي في الصلاه على سيدنا محمد، زي ما قلنا 1000 مثلا صلاه على سيدنا محمد، او 1000 استغفار، او ان هو يقرا قران لمده طويله. دي حاجه يكون هو ما عملهاش قبل كده. تاني حاجه قالتها وحسها تفرق معايا جدا هي خطوات تجهيز العباده. فقالت ان احنا يبقى عندنا صندوق فيه الحاجات الاساسيه اللي احنا بنستخدمها، زي مثلا القران، وليكن كتاب احاديث، كتاب للتدبر، كالندر كده اللي هي الحاجات اللي بنعملها في رمضان، كتيب للدعاء، وده موجود عندي PDF للي عايز برضو ياخدوا نسخه ويطبعوا، سبحه. ونصحتنا ان احنا كمان نعمل لاولادنا صندوق لرمضان، ويكون في حسب سنهم برضو، مثلا مصحفهم في مثلا هيقروا كام جزء، صلوا كام صلاه، سبحتهم. دي اوراق عمل كانت برضو بعتها، هي مجانيه، ممكن تبعتوا لي عشان ابعتها لكم الواتساب. فيها بقى حاجات تلوين، وفيها اسئله حلوه قوي ومسابقات ومعلومات. بصراحه انا ما كنتش عارفه. الحاجات الحلوه اللي قالتها جهزي دروسك، معاكي فلاشه عليها الدروس، او على الموبايل منزله من على يوتيوب الدروس اللي انت حباها، علشان اول ما تبقي عايزه مثلا في المطبخ تسمعي حاجه تروحي على طول مشغلاها، بدل ما تقعدي لسه تفكري هتحملي ايه، طب اتفرج على ده احسن ولا ده. دي خالص، ودي بتحصل معايا على طول. فالحمد لله انا سايبه على الانستجرام فيديو ازاي تقدري تنزلي بودكاست من يوتيوب، تحوليها لMP3 تحط على الفلاشه، تسمعيها بقى على الراديو، تسمعيها في العربيه، تبقى مفيده برضو. قالت جمله حلوه قوي: امتلئي لتفيضي. علشان الواحد فعلا لو هو ما بيجددش كده الدروس والاحاديث والكلام في دماغه بينسى، وبيتعامل بقى بطبيعه البشر اللي بتقول عليها ويا رب يا رب اعرف اعملها، وهي الواحد يلغي المشتتات زي السوشيال ميديا والمسلسلات. الحمد لله يعني مفيش مسلسلات اتفرج عليها، بس السوشيال ميديا دي هي عقدتي في حياتي. فدعواتكم كده اقدر ان انا اقفل بقى، ومن هنا احب اقول ان انا هقفل اي اوردرات او اي كومنتس او اي، مش هرد على حد ان شاء الله طول رمضان. من الحاجات الحلوه قوي قالت رتبي المطبخ، واللي هي تفريزات رمضان دي مهمه فعلا عشان تسهل عليكي الوقت. والنقطه دي مهمه قوي، وهي الواحد يستغل الفراغات البينيه في الاوقات، يعني مثلا وهو بتطبخ وانت بتطبقي الغسيل وانت بتنشري، استغلي الوقت ده في سماع برضو دروس في ذكر، تبقى حاجه حلوه جدا، وتبقى عامه دي عاده طول الوقت فرقت معايا. عامه التفويض دي مهمه جدا فعلا، فوضي لاولادك الكبار لحد يجي يساعدك يعمل مواعين، ينشر حاجه، وانت مثلا تنامي، تفصلي تقري وردك، تعملي حاجه تانية اهم، لان هي فعلا بتقول لو احنا مقسمين حياتنا عبادات وجانب للشغل وجانب للولاد وجانب للبيت، فاحنا عندنا اهم حاجه في رمضان هنعلي جانب العبادات، او ممكن ما يبقاش في الايام التانية دي اعظم حاجه، بس ماشي في رمضان نركز قوي في العبادات، ممكن نقصر في الباقي عادي، لكن في رمضان خصوصا العبادات لازم هي اللي تبقى اعلى حاجه. بعد كده في الايام العاديه ممكن واحد يعلي جانب شغل اكتر شويه، جانب الاولاد اكتر شويه مثلا هم صغيرين، وهكذا، بحيث ان هو برضو يدي كل حاجه حقها بتوازن. يا رب اكون فدتكم، ومع السلامه.